كملت من عمري 39 وابوي يرفض كل من دق بابه، يقول ما يبغي فقارة ومساكين ولا يناسب من الأهل والقرابة، يبغي من أصحاب الفلل والملايين اللي لهم قدر وعز ومهابة، وشروط عنده تقسم الظهر نصين وننتظر والعمر روح شبابه. أول شروط المهر يوصل ل200 وذهب وألماس مصفى ترابه، وموتر بسواقه وفله بدورين ثاثها ما حد من الناس يابه، ومن الزهابة شناط لي تملي العين من كل صنف ونوع غالي حسابه، وراشن محمل فوق 10 نياسين وذبايح عند العقد والكتابة. مرحبا والرد فوري مننا ياتي الحين من بلاد ابن حمير مسرعين الإجابة، ماشي جبرني أرد إلا لأنك ذكرتين قول الرمح جاء دق الوجع والتهابة، والنعم فيك مئات وألوف وملايين، وهلك الله من حط ابنته في الكابة. فكم من آباء صاروا بايعين مشتريين ردوا البنت صفقة مالئين الجيابة، فلا عد همهم الأخلاق لا ولا همهم دين، ناسين نهج النبي وآله وكل الصحابة. فكم ويا كم بنيه بقصر مثل السلاطين لكنها ساكنة سجن الهرم والغلابة، فلوس رجال طالب ومتوسط هين واطماع والد، عليها كلها ولا عصابة، هذا يبا يبني وذا يقضي الدين. عايش البنيه ما يحطوا حسابه، وكلنا بالعواقب عارفين زين في زين، والكل يفهم ويدري قبل يفقد حجابه.